على الورق قد تبدو مصر في حالة صحية للغاية. الناتج المحلي الإجمالي الإسمي يرتفع لأن الأسعار ترتفع، وقيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي ترتفع هي الأخرى، لا لأن كمية الذهب زادت، بل لأن السعر العالمي للأونصة ارتفع. بهذا الشكل تبدو مؤشرات الدين والاحتياطي وكأنها تتحسن. الناتج أكبر وقيمة الاحتياطي أعلى، فيبدو أن قدرة الدولة على التحمل أصبحت أفضل. لكن تحت هذه الصورة توجد عملية حسابية قاسية لا تتغير. عندما يلتهم خدمة الدين فوائد وأقساطا أكثر من 100% من إيرادات الدولة وأكثر من نصف الإنفاق العام، فهذا يعني أن الحكومة تقترض أصلا فقط لتسدد ديونا قديمة، وليس لتبني مدارس أو مستشفيات أو طاقة إنتاج حقيقية. في عام 2026 ستحتاج مصر إلى نحو 50 مليار دولار فقط لتدوير الالتزامات القائمة، 50 ملياراً قبل أن يأكل الناس وقبل أن يشربوا أو يدفئوا بيوتهم أو يملأوا خزانات الوقود. هذا ليس مسار تنمية، هذا هو الحد الأدنى المطلوب للإبقاء على منظومة مثقلة بالديون تعمل لسنة أخرى.